السلام عليكم. عارف اني اتأخرت والله، بس النفسية كانت متأثرة وما زالت متأثرة. اديك شايف العالم اللي احنا عايشين فيه. بس ما اقدرش اقول لك غير حاجتين دلوقتي: ربنا يرحم اخواتنا ويشفي مرضاهم ومصابيهم ويسدد رميهم باذن الله. بدأ ماتش الاهلي وصن داونز ب 11 نجا من النوع القاسي وخط هجوم القاسي، كل معلوماتهم عن الشوط انه 45 دقيقة، واعتمد كولر على الفسي التكتيكي وقوة الستر الدفاعية والبطولات اللي هيعوض فيها السنة الجاية. اما المدير الفني لصن داونز الشهير بابن موسيماني فاعتمد على المزاولة الفنية والحنيكة الخططية بقيادة هجومية من زواني وبكماني وابو سيد النعماني. المهم الشوط الاول كان شوط بطيء قوي بطعم مودست كده لحد الدقيقة 45 بلس 3، وبحركة متوقعة من الحكم يصفر وينقلني ويخليني انقلك لملخص الشوط الاول من وجهة نظري الوسخة. ثانية واحدة. ايه احنا بنرقص ليه؟ انتوا حد مرفعكوا طيب؟ وموسيماني جاي يشجع ببطيخه في الشتاء ليه؟ انا تعبت. سلام بقى، انتوا اتجننتوا. كرسي متحرك بسرعه للحاج مودست عبد السلام، المشوار من هنا لاوضه اللبس مشقه عليه. يا عم يا توريه، انت شادو حكم النهارده ولا ايه؟ سربنتينو انت تعرفني؟ ايه يو ار صانع العاب؟ صانع العاب ايه؟ انت بتكلم باربي؟ انا دبوس خط النص اللي بتيجي الكره عنده وتفسي. انت ياسر بتاع الخمسه؟ لا انا خرا بيع جديد هنا جاي امسكك انت وزواني، بس بلاش بقى حركات القله اللي انتوا بتعملوها دي. هي جنوب افريقيا كبرت وكترت كده ليه؟ التعداد السكاني مبهدلنا. الجماهير العويسي ما بلاش بقى الحاجات اللي تخلي الواحد متلهف للخمسه تاني. عم كولر انا معايا 1030 جنيه خدهم، ويا ريت نشوف نوع الكمبياله اللي طاهر بيهددك بيها، يا اما نقتله وهو نقطع المنتجات الفرنسيه جيسوي كرواسو الفريدو باست. بيلين بيرسي هيجنني، ما تحسبش ازاي مرأة مش بتقطع سلطه؟ هو ده مش المطبخ؟ انتوا الفاكينج مالكوا بتجروا عليا كده ليه؟ هو الدوس على الكوره عيب في جنوب افريقيا؟ انتهت هجوم الاهلي في امان، انا المحطه الجديد. مين ده؟ العتبه. ايه هتضغط؟ لا هحيي ذكرى مايكل جاكسون. They don't care about us. ثواني استنى ثواني، ايه المجسم الغريب ده؟ انت حاطط خطاف في معدتك. خطعنا ايه الظلم ده؟ اديت له بالرمح في جنبه ولسه عايش. هتروح من نيلسون مانديلا فين يا اخي؟ ايه يا حكوم هتحارب اخوك النيجا اللي منك وتسيب قوم اللبنيت هيتأرجزوا علينا؟ نسيت فرنسا 1914، انجلترا 1939، مصر 2008. ويليامز انت بتزقني من الشريفه؟ ميتين امي دي الشغلانه الا العفيفه يا ثواني. اتعلمت حركه جديده في الكاراتيه اوريها لكم، شودين اوكي زوكي. شوف الطرد ليه ايه ازنقه في الانتريه، حرامي هرب على ارضيه باركيه. شوفوا اللعين ماسك الكره بايده وهيلعبها هندس طبعا، ومش معنى انك لعبتها من بره الخط انك لو قررتها مش هديك انذار. العدل. لا 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 بلاش الضغط العنيف ده بتوتر. ها شكل الكادلز مش كفايه. وسع للمجنون هدوس علينا، مش انا اللي اخون اخواتي الافارقه، احنا بينا عشره واحتلال واستعباد يا ثواني. مش معقول المنوفيه شمال جنوب افريقيا. محدش يعتمد عليا، انا طيشه اللي معاه الكوره هلعب معاه اهي، اللي هياخدها الاول هيكسبني. جنوب افريقيا مش مسها قوي النهارده وخط ال 18 قبلي انا هفقد تركيزي. وقفتك دي موحيه بخبرتك في الفاولات. اتفرج ايه الغرفه دي؟ انت شايطه عدس ايه بقى؟ انا اعرف ان اللعب خد وهات، احنا بناخد لوحدنا ليه؟ الحمد لله على السلامه. واثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي شيء غريب، لعيب اسمه كله فواحش بيستحرم اللعب بغير كعب رجله، وكل ما يشوفنا يبهدلنا. سيمبا الزاني. وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار وخبايا المستديرة، وعدت لكم باكتشافات جديدة هتغير من مسار الكورة في مصر وجنوب أفريقيا ورأس الرجاء الصالح. سيمبا زواني متمرد إفريقي من أصول برازيلية، هدف القضاء على الفصل العنصري والمصريين. فلو بصينا على ميلاد سيمبا زواني سنجد ولد في أغسطس عام 1989. أغسطس 1989 هو العام الذي استقال فيه رئيس جنوب أفريقيا بيتر ويليام بوتا، آخر رؤساء الفصل العنصري. الفصل العنصري الذي حاربه نيلسون مانديلا الجنوب أفريقي، والذي فاز بجائزة نوبل للسلام. جائزة نوبل للسلام التي فاز بها محمد أنور السادات المصري من مصر التي جاء منها النادي الأهلي الذي يكسح كل عام من سان داونز التي يلعب لها زواني.
اثبات اخير. في عام 1989 حدثت اول انتخابات برازيليه ديمقراطيه، الديمقراطيه التي قضى مانديلا 27 عام في السجن لتحقيقها. 27 هو رقم تيشيرت لاعب النادي الاهلي مودست، اللاعب الكبير جدا وبشبك الخيوط وجمع الادله. اذن سيمبا زواني متمرد افريقي من اصول برازيليه هدفه القضاء على الفصل العنصري والمصريين. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه العظيمه دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. انا عدت وجاي اقول لك حاجه واحده، يمين شمال إسرائيل وامريكا وانجلترا والمانيا وكندا واوروبا كلها. الشوط الثاني كان شوط سائل ما فيهوش ولا حاجه غير جول في الدقيقه 49 بعد باصه عالميه من مروان عطيه توصل لنجا من النجاحات السرحه اللي يركلها ركله باليستيه. 1-0 لصن داونز، وبعدها تبدا صحوه الريمونتادا ونلعب 40 دقيقه في جنوب افريقيا و90 دقيقه في مصر ونخرج من البطوله برضو. وبعد العناء ده قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهة نظر العلوية. الحكمة والحنكة والحنيكة ما ترجع بقى ودي بيرسي عقوبة بقطع رجله. ايه يا ايوب كل دي جيوب؟ استنى، الكابتن بيليه الف رحمة ونور عليه، انا بحبك قوي، انت هولوجرام ولا ايه؟ طول عمرنا راسمين الضحكة والقلب فاقدها يا حيلتها، تحية من شباب زي الفاكهة بس الزمن. ايه التعميره والتعزيقه دي؟ انت فاكر نفسك روبرتو كرولوس؟ الله كابتن روبرتو، الركله دي انت جبتها قبل كده في بارتيز. بلغ تحياتي بقى لزيدان وبيكهام والجيل الذهبي كله. وبعدها لي الناس بقت فاكره اني معصوم من الخطا، الا الفتنه انا مش كامل يا مصريين. انتوا هتزاولونا ولا ايه؟ مين اللي جاب الجون؟ مش عارف اطلق افيه، كلكم شبه بعض الا الكابتن بلاطه الاصيل ده. عم عبده جوز عمتي. ومين اللي بيصب على الكاميرا ده؟ يا دي السكر وعمايله، الواحد بيهبط في اوقات خطيره. الكوره دي كانت تلزمكم في حاجه، اصل ضيعتها اول كوره في ال60 دقيقه الاولى فما استوعبتهاش، بس حارسهم لابس فراولي بيئه قوي. احنا بنتنطط كده ليه؟ احنا بنلعب على حجرين معسل ولا ايه؟ انت هتسكت يا باشا على المهزله دي؟ لو انت هتسكت انا مش هسكت. كيمو، يا الحياه من غيرك صعبه قوي، دمرهم بلا رحمه. خلاص يا كيمو ارحمنا ارجوك. رقم 8 ده اتاك على الاعداء، مش قول اتاك. الحمد لله على السلامه. بس انا كده خلصت وجاي اقول لك على حاجتين مهمين، الاخيره ستصدمك. الاولى تسلم وجودك لان انت كملت معايا الفيديو لحد الاخر، وعايز اقول لك ان احنا ملزمين برفع الاذى عن اخواتنا. انت معاك تليفون ونت واصحاب، انشر على قد ما تقدر، ولو ليك تاثير اكبر يبقى كتر خيرك. الثانيه سلام.